السلام عليكم. معكم كريمة أم رحاب. اليوم غادي نشارك معكم فيديو غير الفيديوهات اللي كنشارك معكم ديال الطبخ. خريجة لجبال الأطلس وإفران سويسرا المغرب، وغادي نشوفوا حتى منتزه ومخيم راس الماء ومحطة تربية الأسماك اللي موجودة في راس الماء. بالنسبة للمسافة من الإفران حتى المنتزه راس الماء 6 ديال الكيلومتر. وهنايا هذه المحطة تربية الأسماك اللي دشنها صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله في 2008. كيتواجدوا بها عدة أحواض وكل حوض فيه نوع من أنواع الأسماك. المحطة ديال تربية الأسماك كبيرة بزاف، ولكن ماشي كلها يمكن لنا أننا نشوفوها، وهما كيحدوا لنا البلايص اللي نقدروا نكونوا فيهم والبلايص اللي ممنوعة على الزوار. هادو بعض أنواع ديال الأسماك اللي سبحان الله ملفة الإنسان، يعني كيعطيها كتاكل وغي كيشوفوا الإنسان في الجنب ديال الأحواض وكيجيو لعندهم. تجربة كانت رائعة جدا، وبالخصوص الوليدات الصغار كيكتشفوا مراحل نمو الأسماك والأنواع ديالها والأسماء ديالها. وفي الدخلة ديال المحطة تربية الأسماك كاينة واحد الخريطة كبيرة اللي فيها جميع المعلومات اللي كيبينوا لك. وفي الدخلة ديال المحطة تربية الأسماك كتواجد واحد الخريطة اللي كتبين لك جميع المعلومات على هذا المكان. بالنسبة للدخلة راها بالمجان لجميع الزوار، وكيبدا الدخول من 10 صباحا. ما عرفتش بالضبط واش 4 ولا 5 د العشية، حتى 4 ولا 5 د العشية. المهم راه حتى 10 عاد كيحلوا المحطة ديال تربية الأسماك. بالنسبة للطريق مزيانة من إفران حتى ليها راها مزيانة، يعني ما كاينش مشكل في الطريق. ديو وليداتكم يشوفوا هذه المحطة، تجربة كانت رائعة، عجباتهم الوليدات، اكتشفوا حويجات جداد عليهم. هذا الشيء ما كان بالنسبة لهذه المحطة. من بعد ما سالينا الزيارة لهذا المكان الرائع، توجهنا إلى مخيم ومنتزه راس الماء اللي كان الطريق ديالو بين أشجار الأرز وغابات الأطلس المتوسط. خليكم مع هذا الصور. وهذا هو منتزه ومخيم راس الماء اللي كيتواجد على بعد 6 كيلومتر على إفران. هذا المكان الرائع جدا اللي كيتواجدوا فيه القردة بكثرة. بالنسبة لهذا المخيم أو المنتزه كيكون في العطلة الصيفية عامر بالأطفال من مختلف المدن المغربية، كيدوزوا العطلة الصيفية ديالهم في هذا المخيم بين أحضان الطبيعة وجبال الأطلس وأشجار الأرز.
وكنلقاو هذا السيد هذا اللي كيبيع المنتوجات المحليه اللي كيصنعهم هو من الشجر د الارز. بصراحه اثمنه عنده في المتناول، وما فيها باس اننا نعاونوا بحال هاد الصناع التقليديين، نشريو من عندهم ولو حاجه بسيطه. هنا كاين القلب، خصنا نمشيو بلاصه اللي فيها القلب. فيهاش نزلات. وحنا في طريق العودة من منتزه راس الماء إلى إفران كنكتشفوا هذا المكان الخاص بتدريب الأبطال المغاربة لألعاب القوى اللي كيبعد على إفران بجوج ديال الكيلومتر في الطريق ديال المنتزه راس الماء. صافي هنا جلسنا كنرتاحوا شويه، تغدينا بحكم اني وجدت الغداء في الدار لي ساندويتش، داكشي كاع اللي غادي يحتاجو بالنهار كامل وجدته في الدار، يعني ما شرينا حتى حاجه من الزنقه. صراحه ما سخيناش نمشيو من هذا المكان، واحد الراحه النفسيه، الهدوء، الهواء النقي، رائع جدا. نتمنى ان شاء الله نرجعوا مره اخرى لهذه البلاصه.
وصافي هنايا كملنا الطريق الإفران. وهنا إفران الأجواء خريفية بامتياز. كانت هذه هي الرحلة ديالنا، المنتزه ومخيم راس الماء ومحطة تربية الأسماك. إلا كنتو عمركم ما مشيتوا لها، زعموا ديو وليداتكم، غادي تستمتعوا بزاف. شكرا لكم والسلام عليكم.